جايب لك النهارده طريقه جديده لتفتيش ارقام الواتساب. الطريقه دي شغاله ومضمونه 100% وتقدر تطير بيها اي رقم من نسخه واحده بس، ولكن عايزك تركز من اول ثانيه لاخر ثانيه عشان تفهم الطريقه بالظبط وما تعملش اي حاجه غلط. وقبل ما ندخل في الشرح، ديت قناه التليجرام بتاعتي، يا ريت انك تيجي تنضم فيها لان القناه القديمه اتحظرت. وديت القناه هي تسيب لك لينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. نرجع تاني لموضوع الفيديو. اول حاجه انت هتجيب اي نسخه معدله وتشغل عليها رقمك الاساسي او اي رقم وهمي عادي جدا. بعد كده تفتح النسخه لان احنا هنحتاج في الشرح نسخه معدله. بعد كده تدوس على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال، بعدين تدوس على الخصوصية او عكس الرسائل. ممكن تلاقي كده او كده، هتلاقي هنا بقى في حاجه اسمها زرار دردشه وهميه او فيك شات، او ممكن تلاقي مكتوب عكس الرسائل. تمام، فانت هتفعله. بعد كده هترجع وتدوس على الثلاث نقط تاني وتعمل اعاده تشغيل الواتساب، يعني هترستر النسخه عشان الزرار ده يشتغل معاك. تمام، بعد كده تدوس على الثلاث نقط تاني، وبعدين تدوس على رساله الرقم غير محفوظ، وتيجي هنا وتحط رقم اللي انت عايز تطيره، وليكن مثلا هو ده الرقم اللي احنا عايزين نطيره النهارده في الفيديو. بعد كده تدوس على العلامه ديت. كده انت دخلت الشات بتاع الرقم اهوت زي ما انت شايف. تمام، بتبدا انك بقى يعني ان دلوقتي انت فعلت حاجه اسمها عكس الرسائل. ايه هي عكس الرسائل ديت؟ عكس الرسائل ان انت لما تيجي تبعت دلوقتي للشخص ده، هتلاقي ان الرساله اتعكست بقى، باين ان هو اللي بعتها مش انت اللي بعتها له. فاهم؟ فطبعا احنا هنحتاج هنا بند عشان نعكس بيه في الشات ونطير الرقم، والبند ده هيكون عباره عن بند فينش. البند الفينش طبعا هتلاقي في الاخر لينك الشات. اللينك الشات ده تحط فيه الرقم اللي انت اصلا بتعكس في شاته دلوقتي. فاهم؟ فهنفترض مثلا ان البند ده اسمه مرحبا، لان انا مش هينفع اظهره في الفيديو. فالبند هيكون عباره عن كلمه مرحبا، وفي اخر البند خالص هتحط الرقم اللي انت عايز تطيره. وخلي بالك لازم الرقم ده يكون بدون اي فواصل وبدون اي علامات، وتحطه ورا اللينك على طول. تمام، بعد كده بتعمل ارسال، وبعدين تدوس على البند ده ضغطه مطوله، بعدين هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال، بعدين ابلاغ، وتيجي هنا تدوس على ابلاغ تاني، بعدين تعمل تاني برضه تدوس على ضغطه مطوله، بعدين ابلاغ، بعدين ابلاغ تاني. هتعمل بقى من هنا كام ابلاغ؟ هتعمل من هنا 20 ابلاغ. هتقول لي 20 ابلاغ مش كتير؟ هقول لك لا مش كتير، لان انت بتطير الرقم اصلا عن طريق العكس والفينش في نفس الوقت. فهمت ازاي؟ فلازم انك تبلغ شويه حلوين بالطريقه ديت. بعد ما تخلص ال 20 ابلاغ هتبدا انك تدخل كمان جوه وتعمل من هنا 30 ابلاغ كمان. شايف انت زر الابلاغ ده؟ هتدوس عليه وبعدين ابلاغ على طول. تمام، ولكن علامه المربع ده ما تحطش فيه علامه الصح عشان ما تحذرش الرقم. تمام، انت بتعمل ايه بقى هنا؟ بتعمل كمان 30 ابلاغ. يعني انت كده بقى اجمالي الابلاغات 20 من هنا و30 من هنا كمان، يعني هيكون اجمالي الابلاغات 50 ابلاغ بالظبط على الرقم. تمام، اخر ابلاغ بقى تخليه ابلاغ بحظر على طول بالشكل ده. كده انت عملت ابلاغ بحظر. لسه احنا ما خلصناش برضه، خلي بالك. تمام، فكده احنا عملنا ابلاغ بحظر للرقم، عملنا 20 ابلاغ على البند الفينش و30 ابلاغ من جوه على الرقم نفسه. بعد ما تخلص الابلاغات هتبدا انك تدخل تاني على الخصوصيه وتقفل زرار عكس الرسائل. ركز بقى معايا، كده قفلنا الزرار اهوت بعد ما خلصنا عكس. تمام، بتبدا بقى انك تراستر نسخه تانية عشان الزرار يكون وقف وما يحصلش معاك اي مشاكل في النسخه يعني. كده احنا وقفنا زرار العكس. هتبدا انك تدوس على الثلاث نقط، بعدين تدخل على الاعدادات. هتنزل تحت هنا شويه وركز بقى معايا في ديت. تدخل على حاجه اسمها المساعده، بعدين هتدوس على مركز المساعده اللي هي اول واحده خالص، بعدين هتدوس على كلمه تواصل معنا اللي هي تحت على الشمال. وهتيجي هنا بقى تبدا انك تحط نفس البند اللي انت عكست بيه اللي هو البند الفينش. هتحط نفس البند هنا تاني اللي احنا افترضنا ان هو اسمه مرحبا، وتحط في اخر البند الرقم برضه بالشكل ده. بعد كده تدوس على كلمه التالي، بعدين هتدوس على الكلمه اللي تحت خالص اللي هي ارسال سؤالي لفريق الدعم في واتساب. هيبدا ان هو يقول لك جري الاتصال، وهتلاقي فتح شات بينك وبين الدعم، وهتستنى لحد ما هو يوجهك للشات بالشكل ده زي ما انت شايف. هتلاقي هنا بقى الدعم رد عليك برسالتين. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الرساله التانية ديت ملناش دعوه بيها خالص مهما كان الرد بتاعها، اللي يهمنا كله الرساله اللي فوق. هتبدا بقى انك تحدد الرساله اللي فوق ديت اللي هي فيها الرقم والبند، بعدين تدوس على الثلاث نقط وتعمل ابلاغ، وبعدين تعمل ابلاغ من هنا. هتعمل كام ابلاغ من هنا اصلا؟ هتعمل من هنا كمان 20 ابلاغ. تمام، هتفضل تبلغ كده لحد ما يبقوا 20 ابلاغ بالظبط، لحد ما الابلاغات تخلص. كده يبقى الرقم خد اجمالي الابلاغات كلها 70 ابلاغ. بعد ال 70 ابلاغ دول هتلاقي الرقم طار معاك من نسخه واحده وبدون اي مشكله. ولكن برضه مش كل الارقام هتطير معاك من نسخه واحده، فجرب انت الطريقه ديت من نسخه واحده على الارقام اللي هي طارت قبل كده، ويا ريت تكون الارقام ديت متصله. تمام، عشان الرقم تضمن ان هو يطير، بدل ما تفضل تبلغ وتتعب نفسك وفي الاخر ما يطيرش. لا يعني استنى لحد ما يبقى متصل، واعمل الطريقه ديت في السريع. هتلاقي ان الرقم طار معاك ده لو هو طار قبل كده. طب لو ما طارش قبل كده بقى تعمل ايه؟ هتروح بقى تعمل كمان رقم او اتنين وتشغلهم على نسخ معدله، ويفضل ان يكون فيهم رقم اساسي لان الاساسي الابلاغات بتاعته بتكون قويه شويه.
بعد كده هتعمل نفس الطريقه بالظبط اللي احنا لسه عاملينها في الفيديو، انك انت هتعكس ببند الفينش. بعد ما تعكس هتيجي تفتح شات بينك وبين الدعم زي ما انا قلت لك. بعد كده هتبدا انك تزود كتير في الابلاغات هنا، تمام؟ يعني زود هنا في الابلاغات عادي، انما في العكس خليهم 50 ابلاغ بالظبط. انما هنا بينك وبين الدعم ابدا انك زود في الابلاغات عادي براحتك لحد مثلا ما يوصلوا 20 او 30 ابلاغ، واعمل فوق ال 30 ابلاغ كمان عادي لحد ما الرقم يطير معاك. وبعد ما هتلاقي الرقم طار كده خلاص الطريقه نجحت وانت طيرت الرقم. والبند على فكره بند اباحي، فالرقم ممكن يبلع اباحي معاه. طب لو احنا عملنا كل ده والرقم برضو لسه ما طارش، ايه الحل؟ كده هو مفيش غير حل واحد، لان الرقم عليه ابلاغات كتير جدا. والحل ان انت تخلي الرقم او الشخص اللي انت عايز تطير رقمه ان هو يبعت لرقم هو مش مسجله اصلا. وديت بقى بتاعتك مش بتاعتي. هتعملها ازاي ديت؟ ممكن انك مثلا تدخل له من رقمك وتقول له خد كلم الرقم ده، تديله مثلا رقمك التاني او اي رقم من ارقامك وتقول له خد كلم الرقم ده عشان عايزك ضروري. هو طبعا اول ما هيدخل يبعت لرقم هو مش مسجله اصلا وهو عليه ابلاغات كتير جدا، الرقم بتاعه اول ما هيبعت له رساله اصلا هتلاقي رقمه بلع على طول. ده على طول كده هتحصل، تمام؟ ده لو هو ما طارش اصلا من الابلاغات بتاعتك. انما لو طار خلاص. ولو انت اصلا مش عايز تدخل تبعت له من رقمك عشان ما يعرفكش، ابدا انك زود ابلاغات كتير بينك وبين الدعم، هتلاقي ان هو طار اصلا. فلما بتزود ابلاغات كتير بينك وبين الدعم هيطير. وهي دي الطريقة سهلة جدا وشغالة مضمونة 100%. فمش عايز بقى واحد يجي لي بعد 3 ايام او اسبوع ويقول لي الطريقة وقفت او الطريقة مش شغالة، البند مش عارف ايه. فطبيعي اصلا ان البند ده يكون وقف من كتر الاستخدام والناس اللي بتطير بيه والكلام ده. فممكن لما هو يقف انا الغم لك غيره وانزله في قناة التليجرام، وزي ما قلت لك لينك القناة تحت في وصف الفيديو، ويا ريت انك تنضم هناك. وهي ديت الطريقة بكل اختصار. الطريقة سهلة وشغالة ومضمونة. فعايزك تجربها صح زي ما انا قلت، وشوف انا وقفت زر العكس امتى وشغلته امتى والكلام ده كله عشان ما تعملش حاجة غلط. بس كده يا اخواتي، سلام.